السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالمكسرات. بصوا أنا عايزة نص كيلو كنافة وأقطعها بالشكل ده. بصوا هي متقطعة صغير صغير بالشكل ده. ممكن تقطعوها بالمقص أو بإيديكوا عادي يعني. بعد كده ننزل عليها نص كوباية سمنة أو كوباية سمنة على حسب ما انتوا بتحبوا السمنة كتيرة ولا قليلة. كده بالشكل ده. وانا هنا مستعمله السمنه البلدي او الزبده الصفراء براحتكم. كده بقى هنقلب مع بعض. كده قلبنا بالشكل ده الزبده او السمنه في الكنافه. كده هنجيب صينيه مقاس 30 اللي هي بتاعه البيتزا دي، هوريها لكم دلوقتي، وندهنها زبده. هتبقى كده بالشكل ده. كده كده هنجيب بقى شويه من الكنافه كده بالشكل ده. هنوزع شويه تاني كده. بصوا كده هنجيب الهراسه دي. بصوا ندوس عليها او بايدينا عادي اللي يريحكم، بس نخليها كده. بصوا نبططها خالص 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 يعني. بصوا كده هحط بقى طبق تاني كده وبنفس الطريقه برضو او بايدينا براحتكم. نقعد بقى كده نخلي كلها سوا واحد يعني. ناخد نص الكميه بعد كده اقول لكم هنعمل ايه. تبقى كده بالشكل ده. دلوقتي هقول لكم بقى عايزين جوز هند وزبيب، فول، مكسرات، اي حاجه عندكم بقى تحطوها في الوسط. هوريكم دلوقتي. بصوا كده ده جوز هند طبعا، وده زبيب، وده سكر ده هقول لكم هحطه في الوسط اللي بيحبها مسكره قوي، عشان مش بعمل السيرم او الشربات مسكر قوي. وعين جمل وفول، يعني المتاح عندكم. مكسرات حطوه زي ما انتوا حابين بقى. كده دلوقتي بصوا كده حطينا نص الكمية بتاعة الكنافة. دلوقتي هنحط بقى الحشوة جواها. كده هنحط الحشوة بقى كده. كده الزبيب اهو نوزعه، وكده الفول. بعد كده هحط جوز هند كده. بصوا كده انا هحط سكر كده بسيط، يعني 4 معالق كبار كده او معلقتين زي ما تحبوا، واللي عايز يستغنى عنه عادي مش مشكلة. كده هنزل بنعين الجمل برضو كده بالشكل ده. كده بقى هحط بقية كمية الكنافة. كده هنكبسها برضو زي ما قلت لكم او بايديكم، اللي حابب يعمل باي حاجة براحته. المهم بس تكون تتكبس يعني قوي، عشان هي السر يعني في نجاحها في الكبسة دي. هتبقى زي المحلات بالظبط بجد. كده خلصنا الكبس الكنافة. دلوقتي بقى هنرش عليها من فوق زبدة او سمنة. بصوا بالشكل ده كده. كده هتبقى بالشكل ده. كده هندخلها الفرن على 180 درجة في الشبكة اللي في الوسط. لما تحمر الوش هنقلبها عشان نشوف هتعملها، نشوف مع بعض برضه. طبعا ندخلها الفرن على 180، يعني بتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع. تعالوا مع بعض يا حلوين دلوقتي نعمل مع بعض الشربات بتاع الكنافة او السيرم بتاع الكنافة. بصوا عايزين كوبايتين سكر على كوباية مية بس، ونص معلقة ليمون. كده حطينا اول كوبايه، نحط تاني كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بالمج العادي ده، اي مج عندك، ومج ميه بقى. ده مج الميه. كده السيرم او الشربات بتاع الكنافه. نقلبهم مع بعض كده تقليبه بسيطه كده. ونحط بصوا كده نص الليمونه. نقلب تاني.
بس نسيبها بقى مع نفسها بقى لغاية اما يتقل الشربات ده او السيرم. الشربات اهو كده بصوا تقل بالشكل ده كده تمام. بصوا كده تقل، ما تسيبوش يتقل عن كده عشان لما بيبرد بيتقل اكتر. سيبه بقى كده يبرد كده. الشربات او السيرم كده خلص بتاع الكنافة. وكده بعد ما قلبتها هدخلها 5 دقايق بس في الفرن وهطلعها اسقيها السيرم. كده صينية الكنافة بعد ما خلصت بجد ريحتها رائعة وزي بره بالظبط. اللي عايز يخليها لونها غامق عن كده براحته، بس انا بحبها فاتحه كده شويه. دلوقتي بقى هنسقيها السيرم وبالهنا والشفا. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. بصوا كده السيرم بعد ما برد شويه، شايفين التقل بتاعه كده. بقى هنسقي بيه الكنافه. بجد جربوها، طعمها رائعه زي بره بالظبط. وكده حبايبي بعد ما حطيتها في طبق التقديم وبالهنا والشفا.